السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بنلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. رمضان كريم، الله يدخلوا عليكم وعلينا بالصحه والسلامه يا ربي. الله يتقبل الصيام والاعمال الصالحه يا ربي. غادي نشارك معكم البنات الشباكيه ديالي، وكنتمنى تقبلوها مني واخا تعطلت عليكم شي شويه. تعطلت البنات لظروف صحيه، مريضه شويه مريضه. كنت ناعسه في السبيطار البنات لمده ديال 12 يوم، وداكشي علاش ما كنتش مساليه باش انني نصور فيديو ولا نمونتي لكم فيديو باش نحطه. وما كنتش كاع ولا نحط هذا الفيديو نهائيا. غير بعض الاخوات اللي كيصيفطوا لي في الخاص كيسولوا قالوا لي علاش ما حطيتيش لينا شباكيه هذا العام. داكشي علاش قلت داكشي علاش قررت انني نمونتي هذا الفيديو ونحطو لكم ان شاء الله. وكنتمنى البنات تقبلوا، يعني تقبلوا عليا واخا تعطلت عليكم شي شويه. وكنتمنى البنات ما تنساونيش من الدعوات ديالكم بالشفاء يا ربي. الله يشافيني ويشافي جميع المرضى المسلمين يا ربي. وخليكم مع الفيديو حتى الاخير، وكنتمنى الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش كذلك من التعليق ديالكم الزوينه والبارطاج للقناه كيف ديما. يلا خليكم مع الفيديو حتى الاخير. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه ديال النافع، ومعلقه كبيره ديال القرفه. وضروري البنات تغربلوا هاد المكونات باش ما يبقاوش فيهم دوك البقايا ديال العواد، وتبقى العجينه ديالكم تقطع ملي غدوزوها من الماكينه. غادي نحتاج زلافه كبيره ديال الزنجلان البنات زهرتو في الكاميله وطحنتو مزيان حتى ولا بحال العجينه. وغادي نحتاج كذلك زلافه ديال الكاوكاو حتى هو زهرتو في الفران وطحنتو مزيان. غنضيف معاهم واحد خماره حمراء، وراس معلقه ديال الخميره ديال العجينه، يعني راس معلقه غير شويه ديال الخميره. ودابا غنبدا نضيف الدقيق البنات كنغربلوه هو الاول، وكنضيفوه على المكونات الاخرين. المهم البنات كنديروا النواشف هما الاولين حتى كنخلطوهم. هنا ضفت معاهم شويه ديال الملحه، وغادي نبدا نخلط المكونات بيديه. كنخلط المكونات مزيان حتى كيترمل لينا العجين. ومن بعد كنعاود نغربلو، يعني كنخلط كاوكاو والدقيق وداكشي كامل كنخلطو في البانيو الاول حتى كيتخلطوا مزيان. عاد كنعاود نغربلوهم في البانيو الاخر. المهم كنعاودو نغربلوهم باش كنحيدو هاد البقايا. هنايا دقيت جوج ديال القراعي ديال المسكه الحره في المهراز وضفتهم على المكونات ديالي. غنضيف معاهم واحد الكوزه غادي نحكها في الحكاكه. غنزيد معاهم كاس ما عمرش مزيان ديال زيت نباتيه، وهنا البنات عبرت بالكاس ديال العنبه. غنضيف معاهم نفس العبار ديال زيت الزيتون ديال زيت العود. غنضيف معاهم ربع كاس ديال الخل الابيض، الخل العادي. ما تكثروش البنات من الخل حيت هو اللي كيقصح الشباكيه. الا كثرتوا الخل غتجيكم شباكيه قاصحه. غنزيد معاهم كاس لاروب ديال ماء الزهر. الا بغيتوا البنات ديروا قرعه كامله ديروها، كيبقى لكم الاختيار. انا هنايا درت غير كاس لاروب. هنا عندي لتر ديال الماء. غندير فيه واحد ضامه ديال الزعفران، وهو باش غادي نعجن العجين ديالي. بالنسبه للعجينه البنات كتبغي تجي قاصحه شويه، يعني تكون العجينه شاده في راسها ما تكونش كتلصق. باش تجيكم ساهله ملي في التشباك، وتجيكم ساهله ملي دوزوها في الماكينه. الا كانت العجينه ديالكم مرطبه راه غادي تعذبكم في التشباك. لذلك البنات العجينه خاصها تكون وهنا بعد ما دلكت العجين ديالي وطويته كما شفتوا معايا في الفيديو. درته في بلاستيكه. غادي نديرو في بلاستيكه ونخليه يرتاح واحد المده ديال 10 دقائق، ونرجع ان شاء الله باش نعاود ندلك يعني ملي غادي يرتاح 10 دقائق غادي نعاود ندلك العجين ديالي ونقطعو صافي ونشبك ونطيب عادي. المهم البنات او اهم حاجه اهم مرحله انكم تخليو العجين ديالكم يرتاح في الاول المده ديال 10 ديال الدقائق. وهنا بعد ما دازت 10 ديال الدقائق غادي نبدا ندلك في العجين ديالي، وغادي نقطع ان شاء الله ونشبك. خليكم مع الفيديو حتى الاخير، وكنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نكون خفيفه على قلبكم. وما تبخلوش على البنات بالتعاليق ديالكم الزوينه والبارطاج للقناه. ان شاء الله باش تكبر عائلتنا تزيد تكبر ان شاء الله. وكما قلت لكم في الاول ديال الفيديو ما تنساونيش البنات من الدعوات ديالكم بالشفاء ان شاء الله.
الله يشافيني يا ربي، والله يشافي جميع المرضى المسلمين يا سيدي يا ربي، والله يجعلها مغفرة للذنوب يا ربي يا ربي يا ربي، آمين.